السلام عليكم واهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم رغدة شعيب وفيديو جديد. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تضغطوا على سبسكرايب او اشتراك اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو، وتفعلوا الجرس علشان يجيلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك للفيديو. الفيديو ده وان شاء الله في فيديو تاني هينزل بعده، ليا فترة كبيرة برتب ليهم علشان اجمع لكم كل الحاجات. يعني الفيديو ده فيه الحاجات اللي خسارة فيها الفلوس وفلوسها اترمت في الارض وملهمش اي 30 لازمة. وحقيقي في حاجات من الحاجات اللي انتوا شايفينها دي لو لقيتوها مرمية في الشارع ما تجيبوهاش، لاني هتتركن وهيكون ملهاش اي استخدام، وحتى لو استخدمتوها مش هتكون عملية خالص. يلا على طول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي. اول حاجة الجوانتي ده، هو الجوانتي ده سيليكون والحاجات اللي فيه دي برضو سيليكون، فهو علشان سيليكون فتقيل قوي على الايد. يعني انا جبته المفروض هو تنضفي بيه الخضار، لو عايزة تنضفي الحوض مثلا او تنضفي بيه اي حاجة كده وانت لابساه، او تغسلي بيه المواعين وانت لابساه، وكان ترند قوي. فلما جبته بصراحة واستخدمته مرة والتانية تقيل على الايد، عشان هو سيليكون وخامته تقيلة، فتقيل جدا على الايد واستخدامه غير مريح خالص، وبالعكس ده بيوجع الايد جدا، فاتركن على جنب. وبصراحة خسارة فيه الفلوس. العملي بقى في غسيل المواعين ده ان شاء الله هكلمكم عنه في الفيديو، الحاجات اللي حلال فيها الفلوس وعملية في استخدامها، اللي هو الفيديو ان شاء الله هينزل بعد ده على طول. المنخل ده مش عملي خالص وتقيل، ولما بتزودي فيه الدقيق بيقفش كده في بعضه، ومش حلو خالص بصراحة، خسارة فيه الفلوس. انا ركناه ورجعت استخدم طقم المناخل اللي هوريهولكوا ده، كنت جايباه من وقت ما اتجوزت، كان مثلا من 9 سنين، ممتاز وشغال زي الفل. وركنت ده خلاص على جنب ما بستخدموش خالص، وبستخدم الطقم المناخل ده القديم. ده جميل خالص وبيتغسل في غسالة الأطباق وعلى الحوض، وعملي وسريع وسهل غير التاني خالص. زي ما انتوا شايفين بيجي طقم مع بعضه فيه كذا حجم، وبصراحة ممتاز وحلال في الفلوس ده بقى، لكن ده بقى ايه، يتركن على جنب وخسارة في الفلوس. نيجي بقى للخازوق ده المفروض ان هو مضرب يدوي، بيحل محل المضرب الكهربائي. اي بصوا يعني ما بيستحملش كده وبيقع وبيتزحلق بالسن بتاعه ده. ومرة بضرب حاجة كده في بولة ازاز، البولة اتكسرت من السن السلس بتاعه ده، كسر البولة الازاز. يعني ما بصوا ملوش اي لازمه خالص، لا بيضرب نسكافيه ولا بيضرب كريم شانتيه ولا بيضرب حتى ميه. مجرد ما حطيتي معاه الحاجه بيتقل كده وما بيعملش، ما بيلفش بالشكل ده خالص، فملهوش اي 30 لازمه، وخساره فيه الفلوس، وبصراحه هيترمي في الزباله. بعد كده هراسة البطاطس ملهاش اي 30 لازمة. والله يا جماعة البطاطس المسلوقة بتتهرس بالشوكة عادي خالص وبتكون سهلة جدا. ممكن كوباية ستانلس تهرسيها، ممكن كوباية ازاز تهرسي البطاطس. يعني مش محتاجة خالص هراسة، وكمان بتصدي وملهاش اي 30 لازمة. واحنا مش كل يوم يعني نعمل بطاطس مهروسة يعني، ملهاش لازمة خالص بصراحة، فما تشتروهاش ابدا. المفروض دي بتقشر السمك وليها حافظة كده عشان تحفظ العلبة اللي فوقيها دي تحفظ قشرة السمك. اولا السنون بتاعتها متلمة جدا وملهاش اي 30 لازمة، ولا بتقشر سمك، والعلبة اللي فوقيها اللي المفروض تحفظ القشر دي بتتفتح بسهولة. مالها السكينة، مالها والله السكينة بتقشر السمك زي الفل. والشرشرة اللي فيها دي رخمة جدا مع قشر السمك، فما تشتروهاش، ولو لقيتوها كده في الشارع ما تجيبوهاش حتى ببلاش. نيجي بقى لتقشير البطاطس. بصوا دي مش عملية خالص ومش مريحة خالص، الاسهل والعملية اكتر والمريحة اللي هي التانية اللي هي الزرقاء دي ممتازة. وما تجيبوش ابدا المشرشرة في تقشير البطاطس، برضو مش عملية. هاتوا اللي هي عاملة زي السكينة وتكون زي القلم كده، حلوة جدا بصراحة، لكن التانية مش حلوة خالص. نيجي بقى للبتاعة دي اللي انا من ساعة ما جبتها والله ما استخدمتهاش خالص. انا تقريبا كنت جايباها ب5 جنيه، أنا تقريبا لقيتها رخيصة فانا جبتها. هي المفروض ان هي ايه، بتعمل كريب، بتعمل كريب يعني. بس ما يعني عايزة، اولا عايزة صينية كبيرة قوي، يعني عايزة مطاعم. هي دي بتاعت مطاعم مش بتاعت بيت خالص، كانت ب5 جنيه. ما استخدمتهاش ولا مرة لان هي اتفكت من بعض كده واستخدامها صعب قوي والخشب بتاعها مش حلو. فما تشتروهاش يا جماعة حتى لو ب5 جنيه. نيجي بقى للقطاعات دي. بصوا القطاعات اللي عامله زي الاستانلس اللي فيها حته
سيليكون من فوق دي مش حلوة خالص. هي بتقطع كويس بس بتتطبق، يعني الشكل بيتغير خالص كده، واي استخدام تلاقيها اتطبقت. اشتروا القطاعات البلاستيك، بتحافظ على شكلها وتفضل على شكلها زي ما هي، ما بيجرالهاش حاجة ولا بتتطبق، مع ان الستانلس دي اغلى. بس هاتوا البلاستيك علشان البلاستيك حلال فيها الفلوس. نيجي بقى لحاجات ايكيا. حاجات ايكيا الفيديو اللي بعد ده هقولكوا على حاجات بصراحة حلال فيها كل مليم. لكن الفيديو ده مثلا البوضة الازاز دي هي حلوة وفي التصوير جميلة، بس انا بكسل انزلها لان هي تقيلة تقيلة وكبيرة، ومن تحت كده كنز قوي صغيرة قوي من تحت، فتحس ان هي مش عملية. يعني فوق واسعة قوي ومن تحت بصوا صغيرة قوي، فيعني مش عملية خالص في الاستخدام. فانا يعني ركناها كده لغاية ما الاقي لها استخدام. بس بصراحة ما تشتروهاش في العلب البلاستيك زي النوع ده ممتاز وعليه رقم 5، يعني بلاستيك صحي وفي لمعة جميلة من جوه، وكمان بيدخل غسالة الأطباق وبيدخل الميكرويف وما بيحصلوش أي حاجة. أنا جبت طقم 4. كنت جايبة الأول اللي طبعا أنا هكلمكم عنه بالتفصيل في الفيديو اللي هي حاجات حلال فيها الفلوس. الطقم ده بصراحة ممتاز. كنت جايبة الغامقة الأول دي، وبعد كده جبت الطقم 4 مع بعض لأن حبيته قوي وحجمه كبير وليه استخدامات كتير قوي. نيجي بقى لطقم ايكيا الشهير اللي الناس كلها اشتريته وانا منهم. بصوا هو حلو ومحكم الغلق، بس حلو في الحاجات العلب الكبيرة، زي العلبة الطويلة دي، زي العلبة المربعة دي، يعني حجمها معقول شوية، زي العلبة المستطيلة الكبيرة شوية، دول كويسين. لكن اهو العلبة دي كويسة برضو. لكن العلب الصغيرة كتير جدا اللي بتيجي معاه دي عاملة زي المهرجان كده وبتكركب لك الدنيا. يعني انا بصوا انا حطاهم في العلبة دي عشان بجد بيكركبوا لي الدنيا وملهمش ما بيشيلوش اي حاجة خالص. فيعني ايكيا لو تشيلوا العلب الصغيرة دي وتخلوا العلب الكبيرة بس وتخفضوا سعرهم شوية هيكون ممتاز وحلال فيه الفلوس. لكن كده بصراحة كركبة كتير ملهاش اي 30 لازمة. وفي علب جودتها نفس الجودة بالظبط وسعرها أقل بكتير وبتؤدي نفس الغرض. بعد كده بقى نيجي للمعلقة بتاعة الآيس كريم دي، ملهاش أي 30 لازمة وتقريبا ما بستخدمهاش لأن حجمها كبير قوي. لو هتشتروا هاتوا الحجم الأصغر أو المعلقة العادية. في معلقة كده بتاعة آيس كريم بس معلقة عادية من غير ما انك انت تضغطي عليها عشان تنزل الآيس كريم، دي بصراحة ملهاش أي 30 لازمة وأنا ما بستخدمهاش. نيجي بقى للأطباق اللي اتشهرت برضو في الفترة الأخيرة، اللي المفروض هتسوي البيض فيها على البوتاجاز أو هتسخني فيها حاجة على البوتاجاز. أنا جربتها وعملت فيها بيض وتمام على البوتاجاز، بس بتلزق الحاجة فيها، بتلزق يا جماعة مهما تحطوا سمن بتلزق برضو. فما عجبتنيش النتيجة بتاعتها. يعني ممكن تسووا البيض في طاسة تانية وتقدموا في الأطباق دي، يعني هي أطباق تقديم حلوة لكن غير كده لأ. الازايز بقى دي اللي هي بصوا اهو بتتفتح بسهوله وبتتقفل بسهوله، دي بتسرب، فما تجيبوهاش للولاد للمدرسه. او ممكن تجيبوها لو حد كبير ويعرف يستخدمها، يعني لان هي بتدلدق الميه مهما تضغطي عليها ومهما تقفليها الميه بتدلدق منها. اقول لكم بديل ليها وارخص واحلى كتير بناء عن تجربتي يعني واستخدامي. فدي بتسرب ميه مهما تعملي معاها، بصراحه بتسرب ميه. الازايز دي بصوا ممتازه، انا جايبه منها كذا واحده ليا وللولاد. محكمه الغلق ويعني صحيه ونوعها ممتاز بصراحه. اللي جرب الازايز دي عارف بصراحه ما بقدرش استغنى عنها، وجايباها للولاد في المدرسه، وانا لو بخرج ولا حاجه هاخدها معايا. فاشتروا دي وبلاش دي خالص، خساره فيها الفلوس. القمع السيليكون بلاش منه خالص، شايفين اتقطم من تحت ومش عملي خالص في الاستخدام. ماله يعني القمع البلاستيك قال حاجة زي الفل وبيعيش معاكي ونفس الغرض. فبلاش يا جماعة تشتروا بناء عن تجربتي. الحاجات دي كلها انا جربتها كذا مرة وحاولت معاها والله منفعش. فبلاش تشتروا القمع السيليكون واشتروا القمع البلاستيك. السكاكين الجرانيت والسيراميك، وكمان ده طالع منها اطقم كامله، طقم سكاكين جرانيت وسيراميك. والله يا جماعه ما ليها اي لازمه ولا ليها اي استخدام، هي منظر كده وشكل، لكن لا بتقطع ولا اي حاجه. مالها السكينه التقليديه العاديه بتاعه طقم السكاكين ممتازه وسكينه، لكن دي مش سكينه خالص وما تشتروهاش ولا تدفعوا فيها مليم بصراحه.
دي أغلب الحاجات اللي في مطبخي اللي خسارة فيها الفلوس، وبصراحة ما تشتروهاش يا جماعة والله هتتركن وما هيكونش ليها أي استخدام بكل أمانة. الفيديو اللي بعد ده إن شاء الله حاجات كتير جدًا بقى، دي الحاجات بقى اللي حلال فيها الفلوس وبنستخدمها يوميًا وبنستخدمها زي الفل وعملية جدًا. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ولو ناوية تشتري حاجة من الحاجات دي ما تشتريهاش. شوفي الفيديو اللي بعد ده بقى هاقول لِك الحاجات اللي هي بديل ليها وأرخص وعملية أحسن من الحاجات دي كلها. أتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتعملوا شير للفيديو علشان كل حبايبكم يستفادوا من المعلومات اللي بقولها في الفيديوهات بتاعتي، وانتظروني في وصفات كتير وتكات أكتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.